مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير يا رب. اليوم طبق جديد، كبدة دجاج سهل وسريع ولذيذ وطعم خنفشاري كلش طيب. سهلة، ما يحتاج لها اي مكونات. بالبداية راح نحتاج طاوة نخلي بها خاشوقتين دهن، زبد، زيت زيتون، زيت نباتي اللي يريحكم. عندنا بصل شرائح نضيفه للطاوة ونقلب بيه الى ان يذبل البصل. بعد ما ذبل البصل نحتاج شرائح فلفل هماتين نقلبها هما والبصل سوية إلى أن يحاول شوية يذبل. نخلي حفرة بالوسط أو نبعد المكونات. نضيف الكبدة هنا، نخلي الكبدة تاخذ صدمة من الطاوة بما أنه هي حارة وبها زيت. ما نقلبها هواي حتى ما تنهري. بعد ما شوية ذبلت راح نضيف لها خاشوقتين خل أبيض، وهماتين نضيف البهارات اللي هي متكونة من ملح، بابريكا حلوة، كمون ضروري كلش الكمون، وأيضا فلفل أسود حسب رغبتكم. طبعا البهارات ناس عن ناس تحب بهارات غير شكل. نقلبها بشكل خفيف ونتركها إلى أن المي مالتها كليته ينشف. بعدها رشة دبس الرمان لا غنى عنها بالكبدة. شوفوا منظرها كلش طيب. نقلبها تقليبة سريعة وها هي خلص الطبق. أسهل من هيك ماكو. راح نقدمها، طبعا خلينا طبق، راح نقدمها نزينها شوية بشوية كرفس، شوية طماطة. سهلة وسريعة ولذيذة وما بيها أي مكونات هواي. وهذه الطريقة إذا بيها ذرة زفرة وحدة كلش طيبة. طبعا هذه بس كبدة بدون قلوب. هنا هاي الكبدة شوية باللفة بالصمونة، لا خلنا ناخذ شوية بعد. ايه هسه الخبزة تمام هيجي متروسة كبدة. ألف صحة وعافية على قلبكم. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوني باللايك والتعليق الحلو. أتمنى تشتركوني بقناتي.